هلو يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم بقى الجلوس الجديد بتاع مايت سينما. بعد ما جربت معاكم الليب جلوس البامبا الشفاف. جبت ده، لقيت عامل ضجه كبيره قوي على الانترنت، فقلت اجيبه واجربه معاكم واقول لكم تجربتي كانت عامله ازاي معاه. ده اللي جربناه قبل كده، جربناه في فيديو لوحده. و الفيديو بتاعه تحت في الفيديوهات بتاعتي، لو عايزين تشوفوا تجربتي كلها كاملة معاه انزلوا شوفوه. جبت بقى الليب جلوس الجديد ده روج وليب جلوس في نفس الوقت، وتقيل ومش بيتمسح بسرعة زي الليب جلوس ده. وفي لمعة يا بنات جبارة جبارة بصراحة، تحفة. بالنسبة للباكج، هي الباكج بتاعته زي الباكج دي بالظبط، الاتنين واحد يعني، دي زي دي، مفيش اي اختلاف الا حاجات بسيطة، مثلا الابليكيتور بتاعته والحاجات دي. وهنا هوريكم الابليكيتور بتاعت ده كانت عامله ازاي، والابليكيتور بتاعت الجديد عامله ازاي. دي الابليكيتور بتاعته. بصراحه هي عاديه زي اي ابليكيتور بتاعت اي روج او اي حاجه، عاديه جدا. هوريكم بقى دي عامله ازاي ودي عامله ازاي، تحسوا ان هما شبه بعض بس هما مش شبه بعض. هي بصوا، دي طويله طول طويله، والتانية دي صغنطوطه كده. الطويله دي بصراحه احلى بكتير، بتحط الروج او بتحط الليب جلوس بطريقه مظبوطه جدا وحلوه. فانا بصراحه عجبتني قوي قوي الابليكيتور بتاعت الجلوس الجديد. القديم عادي، هو باين ان انا حبيته لان هو خلص اصلا. وكمان في لون كده من الروج اللي انا كنت بحط عليه ليب جلوس عشان يديله لمعة. ده بقى روج بلمعة، يعني بصراحة اتنين في واحد، حلو قوي. اللمعة بتاعته باينة في الكاميرا، هي بنات تحفة. انا جبت درجة 207، دي الدرجة اللي عجبتني بصراحة، وقلت هجرب، يفرض ما عجبنيش او حاجة هجرب في درجة. فبصراحة عجبني جدا، ولو نزلت ولقيته هجيب تاني. بصوا هجربه لكم على ايدي، تحفة. حتى اللمعة في الابليكيتور بتاعته جميلة قوي، تحفة. بصوا، دي كانت على ايدي، انا جربته طبعا قبل ما اطلع لكم، تحفه قوي وعجبني. بصوا انا بحط اصلا بتلمع كده، فيها جليتر، تحفه، عجبتني قوي قوي. هنا وضحت لكم الكاميرا عشان كانت منغمشه شويه. بصوا هوريكم. بصوا اللمعه بتاعته جميله، ممكن تحطيه في اي وقت، يعني بجد فرح، نازله بالليل، نازله الصبح، جميل. تحسيه اللي هو لمعه بس كانك مش حاطه حاجه. ده هجربه لكم برضو عشان اوريكم الفرق ما بينه. ده بيدي لمعة بس مش قوي، بيدي لمعة بسيطة جدا اللي هو في الجلاس نفسه، لكن ده فيه جليتر كده تحفة. والشفاف ده بيقلب بامبا بعد كده. حتى بصوا هو قلب على ايدي بامبا، هو كان شفاف قلب بامبا، مش من الروج، لا هو بيقلب بامبا من الاول. بصراحة الاتنين عجبوني جدا. بالنسبة للاختلاف، الاختلاف في ان البامبا ده ممكن تحطيه وانت نازلة الجامعة عادي، يعني بيدي كده لون وردي كده للشفايف، حلوة قوي. بالنسبة للتاني ممكن تحطيه في اي وقت بصراحة، بس انا كنت بحط البينك ده وانا نازلة الصبح مثلا جامعة، نازلة مشوار خفيف كده وراجعة على طول. التاني بصراحة درجته عجبتني جدا، كان في درجات كتيرة قوي عند الراجل. بس بصراحة اخترت الدرجة دي، عجبتني، قلت عشان ما تبقاش لونها فاقع قوي، تبقى حاجة كده سيمبل، حتى لو حبيت انزل بيها في اي وقت. هو اصلا يعني ممكن تحطيه في جيبك مش في الشنطة، هو بص في ايدي اصلا صغنطوط جدا. والباكج بتاعته يعني بصراحة كيكو كيكو، يعني مقلدينه بالظبط، حلوة قوي، يعني ممكن كيكو الغلابة. بصراحة عجبني قوي. و اديله بصراحة 10 من 10، زي ما اديت التاني 10 من 10. لما انزل هجيب درجات تانية، حلو جدا. الدرجة بتاعتي كانت 207 للبنات اللي عايزة تعرف اسم الدرجة بالظبط، 207. بس كده، هو بصراحة حلو، عجبني قوي. ودي كانت تجربتي مع مايت سينما، بصراحة حلوة قوي. ولو عايزيني اجرب اي حاجه متنسوش تكتبولي في الكومنت تحت. ولو عايزين تسالوني على اي حاجه او تجيبوه منين، اسالوني زي ما سالتوني في الفيديو اللي فات. ولو في اي حاجه عايزين اجربها ممكن تكتبولي، هشتريها واجربها واقول لكم رايي فيها. بصراحه كان رايي في ده حلو جدا. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعي النهارده. باي باي.